بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وكل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب، وتكون ان شاء الله سنة سعيدة علينا كده وعلى أسرتنا وعلى أولادنا، وان شاء الله ان شاء الله تكون احسن من اللي فاتت. هنبدأ النهاردة مع بعض الفيديو زي ما قلت لك، هنبدأ كده مع بعض سلسلة من الفيديوهات اللي هنوفر فيها ونحوش كده حاجات بسيطة وسريعة وخفيفة ومش هنحس بيها، ومن الميزانية كده هنطلع كل اسبوع على حسب ما انت بتاخدي مصروفك بالاسبوع او بالشهر. هنعمل كده جزء منه هنطلع منه حاجة كده لخزين رمضان. انا هنا بدأت كده معاكم انا رحت كده مثلا الهايبر، لقيت عرض على المكرونة وعرض على الدقيق، رحت جايبة الكمية اللي هتكفيني في استخدامي البيت، ورحت جايبة كيسين من كل حاجة كده زيادة وهشيلهم من ضمن المصروف، مش همد ايدي عليهم خالص. كيسين الدقيق دول مش هاجي جنبهم خالص، هحطهم على جنب مع شوية المكرونة دول كده وحركنهم اكنهم مجوش. وكل اسبوع لما اخد المصروف بتاعي هعمل نفس الحكاية، هروح اجيب كام حاجة الحاجات اللي انا بستخدمها للبيت، وبرضو هشيل كيسين رز، ازازة زيت، كيسين سكر. كل اسبوع هوفر حاجة. ولو انت بتعملي بالشهر بتاخدي مصروفك بالشهر، هتعملي نفس الكلام. كل شهر هتطلعي جزء كده منه، هتجيبي منهم شوية حاجات خزين وهتشيليهم وهتنسيهم خالص. وهنا بقى الاول هخش معاكم على الفيديو كده. هنعمل النهارده محشي بالفراخ. هنحطه كده، هسوي الفراخ في قلب المحشي كله في حله واحده كده، واكله سريعه. يعني المحشي من الحاجات اللي مش سريعه بس احنا هنخليها سريعه. ازاي؟ اول حاجه جبت عندي فرختين صغننين كده، شمرت صغننين. قلت ايه، انا لسه هسلق وهعمل، لا مش عايزه، ماليش مزاج ان انا اسلق فراخ ولا كلام من دوت. رحت جايبه كده حته زبده صغننه في الطاسه بتاعتي، ورحت غاسله الفراخ طبعا بتاعتي كويس ونقعاها ومظبطاها، ورحت حطاها في الطاسه كده تاخد لها وش تحمير من فوق ومن تحت. في نفس ذات اللحظه كنت بجهز الصلصه بتاعه المحشي، كنت حاطه التسبيكه على النار، انا عامله ني في ني. حاطه الصلصه تتسبك شويه على النار، ورحت عامله الخضره وعامله غاسله الرز والبصليه بتاعتي، حطيت عليها شويه الملح والبهارات والحبشتكنات بتاعتنا، ورحت دعكاها بايدي كويس جدا جدا جدا. قبل ما تحطيها على البصل، قبل ما تحطيها على الخضره والطماطم والرز، اعملي الحركه ديت، هتفرق معاكي في طعم المحشي، وهتوديه كده في حته تانية خالص مع خلط مع الفراخ اللي احنا محمرينها ديت وهنحطها في قلب الحله. يعني المحشي بتاعنا بطريقه مختلفه خالص من الاخر يعني كده، بتكايه كده حلوه بقى. ما تنسيش طبعا معلقتين الزيت عشان المحشي بتاعك يبقى مفلفل كده وحلو وجميل، مش ملزق في بعض ولا حاجه. وقرن فلفل طبعا حامي او بارد اختياري، ده كان حامي مشطشط. وقلبي بقى كل حاجه، طبعا غاسلين ايدينا وزي الفل. انا عندي الجلافزات بصراحه بس مش بحب اشتغل بيها خالص. وهنا بقى هحط الفرش بتاعتي في الارضيه. انا بقطع بصلايه وطماطميه وقرن فلفل وبحطهم في الارضيه بتاعه الحله مع العيدان بتاعه الخضره. انا باخد الورق بس وبحط العيدان في القعر الحله مع البصلايه والطماطميه دي، بتطلع الريحه بقى على المحشي كده مفحفحه زي ما انت شايفه بالجمال كده. وبعد كده بقى هبدا احشي المحشي بتاعي. طبعا هنا انا اول حاجه قلت لك احط الفراخ معايا ني، رحت حاطه الفراخ بتاعتي كده في قعر الحله بعد ما حطيت عليها ظبطتها وخليت القعر بالحاجات اللي احنا حطيناها بتشكيله الخضار دي. وبعد كده رشيت ملح وفلفل كده من على الوش، وحبه السمنه اللي انا حمرت فيهم رحت حطاهم برضو، ورشه جوز الطيب، ودي اختياري عشان في ناس بتقول حرام، ويعني براحتكم. وطبعا الكرنبيه بتاعتي كنت سلقاها ومقطعاها قبلها بيوم وحطها في التلاجة زي ما انت شايفه كده. انا بقطعها شرايط، وفي وقت اللف بقطع على حسب الصباع ما يجي في ايدي. وطبعا انا ما بحطش الاخضر تحت والابيض فوق عشان حرام، يعني اللي تحت دول بيتظلموا. انا بعمل اللي بتيجي معايا، الورقه اللي بتيجي في ايدي انا بلفها اخضر ابيض مش بتفرق معايا. وهلف بقى واركن كده معايا في طبق كده على جنب، عشان طبعا انا عايزه اسوي الحله بتاعتي عشان انا حاطه فيها الفراخ. فهعمل ايه، هعمل كميه كده، هحشي الكميه كده الاول، وبعد كده هاخدها وارصها حوالين الفراخ بتاعتي واظبطها كلها كده لحد ما اظبط الحله بتاعتي وتبقى كلها متساويه. وطبعا احنا كلنا شاطرين وكلنا ستات بيوت زي الفل، بس يعني احنا بنتعلم من بعض. وزي ما قلت لك، عايزه ان انت توفري وتخزني والحاجات تبقى في بيتك حلو وجميله وستره بيتك. زي ما قلت لك كده، كل اسبوع نعمل حاجه، ده جبنا حاجه الاسبوع اللي وراه نجيب حاجه تانية.
وما تنسيش ان انت لو طلعتي منه، يعني انت لو مصروفك مثلا 100 جنيه لو طلعتي منها 10 جنيه صدقة، تأكدي ان المية بتاعتك ديت ربنا هيبارك فيها وهتزيد معاكي وهتبقى فيها، يعني هتجيبي منها حاجات كتيرة فعلا والله، وربنا هيبارك لك فيها وهيجيلك اكتر من ال10 جنيه اللي انت طلعتيها دي بكتير. يعني 10 جنيه كده طلعيها من المية وطلعيها لله، وابدأي اعملي معايا الحكاية ديت كده زي ما قلت لك. هو احنا لسه فاضل 3 شهور على رمضان ان شاء الله بأمر الله. لو مشيتي معايا واحدة واحدة كده، كل فيديو هقولك فكرة كده جديدة، هندخل على رمضان ولا مضغوطين. وتعتبر يعني لو هقولك 90% من الخزين اللي احنا بنحتاجه في رمضان هنكون ان شاء الله وفناه وكفناه ويظبط معانا الدنيا خالص. ويجي علينا رمضان هتبقى لو جبتي حاجات من بره هتكملي حاجات بسيطة، يعني الاساسيات كلها هتبقى عندك، وهنكمل بحاجات طبعا اللي هي بقى اللي مش بتاع رمضان اللي بنجيبه في الاخر عشان ما يبقاش مرتب او حاجة. اول الحاجات دي اللي هنحتاجها في الاخر خالص اللي احنا مش هنجيبها دلوقتي، بس احنا هنخزن الاساسيات اللي هي الدقيق والرز والسمنه وهنعمل مع بعض السمنه البلدي، وهنعمل مع بعض الجبنه القريش، وهنعمل مع بعض الزبادي، وهنوفر مع بعض كل حاجه نقدر نعملها في البيت احنا كستات بيوت شاطره هنعملها الفتره الجايه. لان الاسعار ربنا يا رب يرحمنا برحمته، الاسعار بقت مولعه نار. فاحنا بتمن الكيلو اللي هنجيبه من بره لا هنعمل 2 و3 كيلو في بيتنا، هيوفر من ناحية، ومن ناحية التانية حاجة مفيدة ونظيفة وصحية عشان ربنا يحفظ أولادنا من الأمراض اللي منتشرة الأيام ديت. وفي نفس الوقت هنوفر وهنعمل كمية أكبر بكتير من اللي هنشتريها جاهزة. هنصنع كل حاجة في بيتنا، هنعمل كل حاجة. وارجع معاكي تاني هنا، انا هنا معلقتين الصلصه دول كنت اخداهم من التسبيكه شلتهم على جنب كده. وزي ما قلت لك انا ما عنديش شوربه ولا حاجه، انا مكتفيه بطعم الفراخ اللي هينزل من الفراخ اللي انا حطيتها. وحطيتها هنا على الميه المغليه، وحطيت بقى تشكيله البهارات اللي انا حطيتها على المحشي، ملح وفلفل وكزبره وكمون وبهارات فراخ، بهارات السبعه، اي حاجه عندك. وبعد كده هاخد بقى هنا بالكبشه كده وابدا ازق المحشي بتاعي واحدة واحدة كده لحد ما تغطيه، وما تغطيش المحشي خالص للآخر. وهنا تحطي كده لحد ما تحسي ان خلاص اول طبقة كده اتغطت، وتبدأي تهزي الحلة بتاعتك كويس جدا لحد المية دي ما تنزل لتحت في قعر الحلة. ودي حاجة اساسية لازم تعمليها، ما تكتفيش ان المية خلاص كده هتقولي هتوصل كويس وتنزليها لحد تحت خالص، وتسيبيه على اول ما يغلي تسيبيه على نار هادية، ويطلع معاكي بقى احلى محشي بالفراخ في حلة واحدة، زي الكبسة كده اللي احنا بنعملها الأكلة في حلة واحدة، وبنختصر الحلل والكركبة والطعم طبعا تحفة ومختلف. ويا رب تجربيها وتعجبك، والطريقة سهلة وبسيطة خالص. وطبعا تستبدلي الفراخ دي بلحمة، ممكن تعمليها بنفس الطريقة، أو فراخ متقطعة وراك صدور أو قطع بانيه تتبليها وتعمليها بنفس الطريقة. أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.